أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت نستغفرك واتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا اللهم صل على سيدنا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam
قال وكلل الله بالرحيم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah menugaskan seorang malaikat untuk urusan rahim. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sekarang ia berupa nutfah. Wahai Tuhanku, sekarang ia berupa segumpal darah. Wahai Tuhanku, sekarang ia berupa segumpal daging. Kemudian apabila Allah hendak menyelesaikan ciptaannya, malaikat bertanya, wahai Tuhanku, haruskah aku menulisnya sebagai laki-laki atau perempuan, celaka atau bahagia, bagaimana dengan rezekinya, kapan ajalnya? Maka semua perkara itu ditetapkan di dalam perut ibunya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah menugaskan seorang malaikat untuk urusan rahim. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sekarang ia berupa nutfah. Wahai Tuhanku, sekarang ia berupa segumpal darah. Wahai Tuhanku, sekarang ia berupa segumpal daging. Kemudian apabila Allah hendak menyelesaikan ciptaannya, malaikat pun bertanya, wahai Tuhanku, haruskah aku menulisnya sebagai laki-laki atau perempuan, celaka atau bahagia, bagaimana dengan rezekinya, kapan ajalnya? Maka semua perkara itu ditetapkan di dalam perut ibunya. Hadis riwayat Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'azimal jazai ma'a idhamil bala'i wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhatu. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pahala yang besar itu menyertai ujian yang besar pula. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan mengujinya. Barang siapa ridha, maka ia mendapatkan keridhaannya, dan barang siapa benci, maka ia mendapat kemurkaannya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pahala yang besar itu menyertai ujian yang besar pula. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan mengujinya. Barang siapa ridha, maka ia mendapatkan keridhaannya, dan barang siapa benci, maka ia mendapat kemurkaannya. Hadis riwayat Tirmizi. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-ta'uni fa akhbarani annahu 'adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha'u wa anna Allaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin laisa min ahadin yaqa'u at-ta'unu fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah penyakit ta'un. Beliau memberitahuku bahwa itu adalah azab yang Allah timpakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Namun demikian Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Barang siapa di negeri tempat tinggalnya terjangkit wabah penyakit ta'un, lalu ia tetap tinggal di negerinya itu dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah serta meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang menimpanya
kecuali yang telah ditetapkan Allah baginya, maka pasti ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah penyakit taun. Beliau memberitahuku bahwa itu adalah azab yang Allah timpakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Namun demikian, Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Barang siapa di negeri tempat tinggalnya terjangkit wabah penyakit taun, lalu ia tetap tinggal di negerinya itu dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah, serta meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang menimpanya kecuali yang telah ditetapkan Allah baginya, maka pasti ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan mengenai penyakit taun, sebagian ulama menggunakan sebutan ini untuk segala jenis wabah penyakit secara umum, namun penyebutan ini bersifat majazi. Seperti pahala orang yang mati syahid, yakni barang siapa memiliki kesyahidan, yakni barang siapa memiliki keyakinan seperti itu, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid meskipun ia tidak mati karena penyakit taun. An Anasin radhiyallahu anhu qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 8 sinina khadamtuhu 10 sinina fama la mani ala syai'in qattun utiya fihi ala yadayya fa in la mani laimun min ahlihi qala da'uhu fa innahu law qudiya syai'un kana. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkhidmat kepada Rasulullah SAW sejak berumur 8 tahun. Aku berkhidmat kepada beliau selama 10 tahun. Beliau sama sekali tidak pernah mencelaku mengenai barang-barang yang rusak gara-gara aku. Jika seorang anggota keluarga beliau mencelaku, beliau bersabda, biarkan dia, karena jika sesuatu telah ditetapkan, maka pasti akan terjadi. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkhidmat kepada Rasulullah SAW sejak berumur 8 tahun. Aku berkhidmat kepada beliau selama 10 tahun. Beliau sama sekali tidak pernah mencelaku mengenai barang-barang yang rusak gara-gara aku. Jika seorang anggota keluarga beliau mencelaku, beliau bersabda, biarkan dia, karena jika sesuatu telah ditetapkan, maka pasti akan terjadi. Mausobihus sunnah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu wa sallam wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu ighfir lana ma madha min dhunubina wa 'asimna fima baqiya min umurina warzuqna amalan tahiratan zakiyatan tarda biha 'anna wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadik lam tumallikna minha syai'ah fa idza fa'alta dhalika bina fakun anta waliyuna wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعذنا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.